حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. لاول مره تشوفوني ما تنسوش الشير واللايك والكومنت، واللي محتاج قراءه خاصه بيتواصل معايا على رقم الواتساب اللي موجود قدامكم على الشاشه. طيب يلا بينا مع بعض نشوف مستجدات الشخص اللي انتم حاطين عليه النيه. عايزين نعرف الشخص ده يعني قلبه بيقول له ايه عنك، صوت القلب صوت العقل. بيتكلم هل بيتكلم؟ ولو بيتكلم مع مين وبيقول ايه؟ الناس دي يعني ممكن كمان يتأثر بكلام، لو هو بيتكلم مع حد ممكن يتأثر بكلامهم، افكاره وخطواته. هل بيتأثر بالاصوات المحيطة ولا لا، ولا هيبقى قراره من دماغه؟ تمام. طيب هنبتدي مع بعض كده ونشوف طاقته في الاول. بسم الله. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. طيب مبدئيا انا شايفه ان الشخص ده عايز ياخد خطوات وخطوات كبيره، ولكن ماسك نفسه. هو مندفع قوي، تمام، وعنده شغف ومنجذب جدا. عمال بيكتم قوي مشاعره. تمام. آم، يعني عنده شغف قوي جدا جدا ناحيتك. تمام. وممكن يكون مش عايز يبين ده، تمام، او مش عايز، يعني قلت لك هو شخص مندفع، فعشان كده هو مركز قوي الفتره دي، مش عايز ان هو يندفع في قراره، لان هو عنده مشاعر كتيره جدا وكابتها وكاتمها جواه. تمام. في انجذاب قوي جدا يعني ليك. آه فبيحاول ان هو يتصرف عادي جدا، يحاول ان هو ما يبينش، لان ما اعرفش ليه شايفه بنسبه كبيره جدا ان اغلبكم ممكن يكون بيتقابل مع الشخص ده او بيشوفه بقى في شغل، في طريق، في مكان. تمام. بيحاول ان هو طول الوقت يلفت النظر على السوشيال ميديا، ينزل حاجات ان هو عادي، ان هو ما عندوش مشكله، ان هو مش فارق له، ان هو مش شغله. كل ده بيحاول ان هو يبين. تمام. وبيراقبك وبيحلل كل حاجة حواليك، بيحاول ان هو يعرف ولا كل حاجة عنك وكل تفاصيل عنك، ولو في ناس مشتركة ما بينك وما بينه بيحاول ان هو يعرف منهم كده بعض الاخبار او بعض التفاصيل. شايفة برضو ان هو برغم كل ده مشغول جدا في حياته، بس وسط ما هو مشغول بحياته مشغول بيك في نفس الوقت. تمام. وخلي بالك هو هيتجنن، لان انت بالنسبه له الفتره دي غامض، او بالنسبه له الفتره دي مش واضح، او مش قادر ان هو يعرف عنك معلومات او تفاصيل، فدي حاجه مجنناه. وخلي بالك برضو لان هو بيخطط لك، عايز يدفعك ان انت تاخد خطوه، او ان الخطوه تبقى من ناحيتك انت. طيب الابراج اللي ظاهره قدامي: طاقه العقرب، الجدي، القوس، الدلو، الاسد. طيب يلا بينا بقى نشوف طاقتك انت فيها ايه، والدنيا بالنسبه لك فيها ايه. طيب هنشوف طاقتك انت. شايفة ان انتوا قاعدين منتظرين رجوع، يا اما منتظرين اعتراف بشيء او طلب زواج. تمام. يعني منتظرين حاجة تحصل. شايفة في طاقة برج الميزان كبيرة معايا، وبرج السرطان والدلو. فانتوا قاعدين منتظرين اعتذار. يعني شايفة ان كل واحد فيكم انت قاعد منتظر وهو منتظر، يعني كل واحد فيكم قاعد منتظر حاجة من الطرف التاني. انت شايف من وجهة نظرك ان انت عملت اللي عليك، وما ينفعش ان انت تعمل حاجة تاني، ما ينفعش ان انت تاخد اي خطوات تاني، فقاعد منتظر. منتظر رد فعل على اللي هو عمله، او منتظر رد اعتبار، او منتظر اعتذار، او منتظر زي ما قلت لك تواصل، عرض زواج، في حاجة فيها طاقة انتظار بالنسبة لك انت مستنيها، لان انت اوريدي لسه متعلق بالشخص ده. تمام. ولسه بتحب، ولسه عندك مشاعر ليه، حتى لو حصل ما بينكم خلاف او حصل ما بينكم مشكله. طيب يلا بينا بقى نشوف القلب بيقول ايه والعقل بيقول ايه ومشاعره ايه ناحيتك. بسم الله.
شايفة في طاقة حب كبيرة جدا، في حب عميق. زي ما قلت لك، الشخص ده بيحبك وعنده خوف من الخسارة، أو الخوف من الشعور بالخسارة. آه، لأن القراءة دي فيها مرتبطين وفيها منفصلين، فشايفة إن فيها حب قوي وشعور قوي جدا وخوف وقلق من الخسارة. آه، بس شايفة في نفس الوقت إن الشخص ده مفرمل نفسه أو مبطئ نفسه عن عمد، يعني متعمد ده. تمام. عايز ياخد خطوة، وعايز يعترف بحب وعايز يعترف بمشاعر، لكن بيحاول ان هو يمسك نفسه، عايز يحاول ان هو يمسك زمام الامور، مش عايز زمام الامور تفلت منه. تمام. طيب، وهو ما بينه وما بين نفسه بيقول انا مش قادر امنع نفسي من التفكير فيك ولا من حبك، يعني كل مره بشوفك بنتكلم بحس كده، بحس ان انا عايز اقرب منك، بتتحرك جوايا حاجه ناحيتك، مش قادر اشيلك من دماغي، مش قادر انساك، مش قادر اتخطاك. احنا بالنسبه لنا العلاقه ما انتهتش، حتى لو انتوا سبتوا بعض هو مش قادر يبطل التفكير فيك، وبيبذل مجهود كبير جدا عشان يحاول يعمل كنترول على نفسه. خلي بالك الشخص ده يعني نرجسي جدا، وشايف نفسه ان هو حاجة يعني فظيعة جدا، وان هو موجود في حياتك دي حاجة بالنسبة لك فخر ليك يعني. تمام. عنده كبرياء قوي جدا، فهو شايف حاله، فبرضه حتة ان هو يعترف بمشاعره دي فدي حاجة قوية جدا. طيب، الابراج اللي ظاهرة قدامي الاسد والحمل والعقرب والحوت والجوزاء. طيب، هنشوف بقى كيف يحدثه عقله عنك الآن في الطاقة الحالية، أفكاره وصوت العقل. تمام. الشخص ده اوقات بيحس ان انت زي ما تكون بتتحايل له، بتعمل له جذب، بتعمل له جلب، بتعمل له تخاطر من كتر وهو مشغول بيك وبيفكر فيك ومركز معاك قوي. تمام. يعني هو حاسس ان انت بتورطه، يعني زي ما تكون كده انت قاعد بتعمل حاجه وبتخطط له عشان تخليه ان هو يرجع لك ويحن لك وياخد خطوه. تمام. يعني هو عنده احساس او عنده يقين بده، يعني ما بينه وما بين نفسه كده عايز ينكر ان المشاعر دي فعلا مشاعر حقيقيه. فهو بيقول ان المشاعر دي انت السبب فيها او انت اللي وصلته ليها. يعني بصوا، هو نرجسي جدا جدا، يعني حتى اعترافه بمشاعره مش عايز يعترف بيه. تمام. واوقات ما بينه وما بين نفسه بيقول طيب انا عايز اروح كده اركز في شغلي، احاول ان اخرج نفسي من الطاقه دي، احاول ان انا اخرج نفسي من التفكير ده. يمكن لما الهي نفسي في شغلي او الهي نفسي في حياتي الاجتماعيه او الهي نفسي في الناس اللي حواليا ابطل تفكير فيه. تمام. شايفة ان هو لو بيتكلم مع حد فهو بيتكلم مع حد قريب منه، اب، ام، اخت، حد بيتكلم معاه. وممكن يكون الشخص ده بنسبة كبيرة جدا رافض العلاقة. تمام. بس هو بيحاول ان هو يتكلم معاه، بيحاول ان هو يقنعه، او بيحاول ان هو لان الناس دي ممكن تكون بتحط سم في دماغ شريكك. تمام. فهو بيحاول يرتب افكاره مع الشخص ده، بيحاول ان هو يقنعه، بيحاول ان هو يحسسه او يبين له قد ايه هو بيحبك، قد ايه انت شخص مميز، قد ايه انت شخص فيك مميزات. تمام. وعموما بص، الشخص ده حتى لو في تأثيرات، الشخص ده مش بيتأثر بكلام الناس او مش بيتأثر بالافكار السلبية. هو ممكن يقعد ويتكلم ويقنع الطرف التاني وياخد رأيه وكده، بس مش من النوع اللي هو بيقتنع قوي. يعني هو دايما شايف ان دماغه صح ومعتقداته صح وقراراته صح. تمام. فالكلام ما بيأثرش قوي. تمام. لان هو شايف ان حياته مرتبطة بيك. والشخص ده ايا كان الاسلوب اللي بيستخدمه معاك، سواء حتى لو هو بيتعامل معاك بتجاهل او بنرجسيه او كده، فهو يعني هيحاول ان هو يغير اسلوبه معاك. لان زي ما قلت لك الشخص ده عنده شغف قوي جدا وعنده مشاعر قويه جدا ناحيتك. شايفه في طاقه عوده وفي طاقه حب. ممكن تكون العوده يعني هتاخد وقت شويه، لكن في طاقه مراقبه. تمام.
لان هو عايز يتحرك، هو عايز يتحرك، بس يمكن زي ما قلت لك يمكن لو في اطراف متدخله او كده، فهو بيحاول ان هو يقنعهم، بيحاول ان هو يظبط الامور معاهم علشان يعني يبقى الامور سلسه وما يبقاش فيها مشكله. تمام. طيب حبايبي، دي كانت قراءتنا النهارده، اتمنى يا رب انها تكون عجبتكم. يا ريت لو الفيديو عجبكم ما تنسونيش في لايك وشير وكومنت حلو، وباي باي.